يا صباح السعادة. تعالوا بقى أقول لكم بقى كام أكلة كده تنفعكم على سفرة رمضان، حلوة أوي في المناسبات. دي الكبة الشامي أو الكبيبة الشامي، عملتها لكم بطريقة سهلة جدًا. بصوا سخنة والدخان طالع منها، مقرمشة من برّه ومحشية معصّج من جوّه، بجد خطيرة والطعم مش قادرة أوصف لكم. لو عملتوها على طريقتي مش هتبطلوا تعملوها، وكمان ممكن تفرّزوها، تنفعكم طول شهر رمضان. تعالوا أقول لكم أنا عملتها إزاي وطلعت بالجمال ده إزاي. يلا بينا على الفيديو. وأول حاجة نجهزها مع بعض وهو الكفر الخارجي للكبيبة اللي هو بيتكون من برغل. طب إيه هو البرغل؟ هو نخالة الفريك، يعني المتكسر من الفريك، وهي تستخدموا نوع نضيف ده مش هتعرفي تنقيه. لو جبتيه فرط من عند العطار هيغلبك إن يبقى فيه حصى صغير لو نوع فرط، لكن لو نوع كده زي كده في كيس بيجي على استخدام على طول. أنا هنا عملت 3 كوبايات برغل، عليهم كوبايتين ونص مَيّة مغلية، ما تكتريش مَيّة، ده المقدار المضبوط معاكِ، وسيبيهم لمّا يبردوا خالص. لمّا يبردوا هاقول لِك أنا هاعمل فيهم إيه. هنبدأ نجهّز مع بعض الحشوة بتاعتنا. عبارة عن إيه الحشوة؟ هنجيب قلاية فيها شوية زيت، طبعًا أنا استخدمت زيت زيتون، عايزة تستخدمي أي مادة دهنية براحتك، بس أفضّل الزيت ليه؟ هيكون خفيف عن السمنة وعن الزبدة. دي حشوة لازم تكون خفيفة ومش تقيلة. هانزل بقى في الزيت على حوالي نُص كيلو بصل مفروم، فرم عادي على نُص كيلو لحمة، يعني بنعصّج لحمة عادي جدًا ما فيهاش أي افتكاسات، تدبل معايا. ولمّا تدبل هانزل عليها بالنُص كيلو لحمة بتاعنا. عايزة تزوّدي بصل ما فيش أي مشكلة، بس أنا شايفة نُص على نُص حاجة كده تمام. كده أنزل عليها وأبدأ أعصّجها. أنتِ ممكن تحشيها أي حاجة عندِك، ممكن تحشيها مثلًا شاورمة فراخ، بس أنا أعرف طول عمرنا إن الكبيبة الشامي بتكون محشية لحمة معصّجة، سواء بقى عايزة تزوّديها حاجة دي حاجة ترجع لِك. وكده اتعصّجت معايا، بس عايزة أقول لكم ما فيهاش أي سوايل، كده تمام. في المرحلة دي أنا فارمة فلفل أحمر وأصفر، بس لو كان عندي كمان أخضر كنت فرمته فرم ناعم عشان ما يبانش معايا في اللحمة. تمام كده. هانزل بقى بنُص معلقة فلفل أسود وكمان بابريكا، وما انساش أحط شوية كمان كزبرة، ومعايا توم باودر، ومعايا الملح بتاعنا وشوية كزبرة. تمام. أبدأ أضبّط بقى كده الدنيا، ريحتها بصراحة خطيرة، خطيرة، خطيرة. عارفة لو عندِك بسلة مسلوقة ممكن تحطّيها عليها، بس أنا حابة أعملها كده بس النهارده. كده هابدأ ألفّها كلّها مع بعضها، وهنا حاسة إن هي عايزة شوية ملح كمان، أضبّط بقى أحيائها. وكده الحشوة جاهزة معايا، تبرد ونشتغل في الكبّيبة. ورجعنا تاني للبرغل، شرب كل المَيّة، أنا هنا ما عصرتوش، أنا هاخده كده، عشان كده باقول لِك مقدار المَيّة مضبوط، 3 كوبايات برغل على كوبايتين ونُص مَيّة. أنتِ لو عصرتيه مش هتلاقي فيه أي سوايل خالص، هو شربها. وهانزل عليهم بحبّايتين بطاطس كبار، أنا طبعًا سلقتهم بقشرهم وقطّعتهم مكعبات كده، وكمان عليهم معلقتين دقيق، ومعايا بهاراتي زي البهارات اللي حطيتها في اللحمة، بابريكا وكزبرة وحبّة فلفل أسود وتوم باودر وبصل باودر، وأبدأ أعصّج بقى بطاطس مع البرغل. بُصّوا بقى شكلها، طبعًا ملزّقاها لازم ترتاح شوية في التلاجة قبل ما أبدأ أشتغل فيها، بس عايزة أورّيها لكم بُصّوا من جوّه، حلوة جدًا. طب أنا كده هاضطر إن أنا أغطّيها وأدخّلها التلاجة مدة نُص ساعة أو ساعة ونرجع نشتغل مع بعض. وبعد حوالي ساعة كانت اللحمة بتاعتي بردت وكمان البرغل ارتاح معايا ومعايا شوية مَيّة، وأبدأ إن أنا أشتغل معاكم. أبِل إيدي كده مَيّة وأبدأ بقى بُصّوا بقى بُصّوا أفتح لها زي التجويف إزاي، أمسك على إيدي الشمال وبصباعي الكبير أبدأ أضغط من جوّه، أعمل زي طبق صغير كده، وأحط كمية الحشو وألِم من تحت لفوق، ألِم كده وأشد. بُصّوا آدي يا جماعة الكبيبة الشامي ما فيهاش أي حاجة صعبة، ما فيهاش أي افتكاسات. واحدة كمان أحطها على إيدي الشمال وأبدأ أفتح لها فجوة بصباعي الإبهام في إيدي اليمين، وأبِل صباعي مَيّة كده وأحط الحشوة بتاعتي وألِم من تحت لفوق كده وأعملها شكل الكبابة. طب أعمل الكمية كلها وأرجع لكم. وبعد ما خلصت الكمية كلها بتاعتي ده شكلها كده، هابدأ إن أنا أريّحها نُص ساعة وأبدأ أشتغل فيها. هنجيب بقى قلاية على النار وفيها كمية زيت غزير ويسخن معايا جدًا، وأبدأ أنزل بالكبة بتاعتي، ما أقلّبهاش خالص لمّا تاخد لون. هنا قلّبتها وده شكلها واخدة لون دهبي جميل جدًا، جدًا. بُصّوا حلوة أوي، ما خدتش وقت معايا. بُصّوا من برّه مقرمشة وجميلة، ما فيش في واحدة فيهم طقِّت، بالعكس زي ما هي محتفظة بشكلها. قطعتها على خضرة وخلاص كل كمية
وارجع اقدمها لكم. دي الكبيبة الشامي من غير اي افتكاسات، مقرمشة من بره وطرية وحلوة قوي. بص عشان هي سخنة لسه طلع دخان، طعمها خطير. طعم البرغل اصلا جميل جدا جدا. وكده خلصت معانا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويلا بقى اعملوها على طريقتي بمكوناتي المظبوطة. وكل سنة وكلنا طيبين، وبشكركم جدا. اكملها بقى الكوباية دي. سلام.